السلام عليكم. دي مراجعة الهوت 60 برو من شركة انفينكس. وبصراحة الهوت 60 برو يكاد يكون أفضل موبايلاته في الفئة السعرية دي. هو من أفضل الموبايلات وأفضل من موبايلات أعلى منه في السعر، وهقول لك إيه اللي يميزه وإيه عيوبه وإيه مميزاته من خلال الفيديو ده، وهنشرح هل هو يستحق الضجة اللي معمولة عليه دي ولا لأ، وهقول لك هل تشتريه ولا لأ، وإمتى أنصحك بيه وإمتى أقول لك ما تشتريش الموبايل ده. بس لو لسه ما اشتركتش في القناة، أكيد اشتراكك في القناة بيدعمنا. ويلا بينا. اولا تصميم الموبايل تصميمه شياكة. بالنسبة لنا الموبايل تصميمه شياكة، ومسكته في الايد ما تحسش فيه بموبايل. وحواف الشاشة دي كده لا بصراحة هي اعلى من الفئة السعرية اللي هو موجود فيها. الحواف اللي موجودة في الشاشة دي والشكل ده، طبعا النوتش ده مش مضيق عليك الشاشة، وما تحسش اصلا ان في حواف هنا للشاشة. وطبعا حضراتكم عارفين ان لسه الشركات بتنزل هنا كده دقن كبيرة. بحس ان هي حاجة صعبة بالنسبة للشاشات دي. وعندك الموبايل ده كده بالشكل ده، مش هقولك في فئته السعرية، لا هو معدي فئته السعرية بالنسبة للسمك ده. موبايل نحيف جدا. ممكن ما تلاقيش موبايل بالسمك ده لعند ال20,000 جنيه، لكن الموبايل ده اقل من 10,000 جنيه. وعندك بقى الخامات، هي صحيح من البلاستيك، لكن صدقني بلاستيك لا يحسسك بالفخامة كده. يعني حضراتكم اكيد شايفين اللمعة اللي موجودة في الموبايل، لكن هنا الظهر مطفي مصنفر كده، مفيش تبصيم في الموبايل. وعندك اطار الكاميرات ده كده، بص لو اللون مختلف عن اللون ده بيكون في اضاءة جانبية كده في الاطار ده، لو اللون ما يكونش نفس اللون ده، لكن اللون ده عشان هو المميز في الموبايل فحضرتك ما بتشوفش الاضاءة هنا. والاطار ده على فكرة من الالومنيوم مش من البلاستيك، عشان يساعدك في الحفاظ على الكاميرا. وزي ما حضرتك شايف كده بالشكل ده الاطار ده زي. وكمان عندك في التصميم الزرار اللي ضافوه ده، وهنقول ميزته معانا في الفيديو. وزي ما حضرتك شايف كده دي سماعات الصوت، وتحت كده عندك فتحة ال3.5 ملي. بالنسبة لنا كنهاية التصميم، الموبايل نفسه مقاوم لرذاذ الماء. هو مش مقاوم للمية يا جماعة، الموبايل مقاوم لرذاذ الماء، يعني يتحمل معاك طرطشة مية او مية جت بالغلط عليه، لكن ما يتحملش الغمر في المية، لانه جاي بشهادة IP64. والشهادة دي ما تنفعش الموبايل يتغمر بالمية. وحتى لو جاي بشهادة مقاومة ماء وغبار عالية، انا دايما ما بنصحش اي حد يعمل تجربة الغمر بالمياه غير لما تيجي معاه باسلوب زي جاي غصب عنك، الموبايل وقع منك في المية فممكن نتحمل حاجة زي دي. وملحوظة حابب اقولها لك في التصميم قبل ما نخلص من التصميم، الموبايل ده نحيف جدا. يعني انت لو بتستخدم الموبايل تحت ضغط بالطريقة اللي بوضحها لحضراتكم دي بالشكل ده كده، لو هتضغط على الموبايل بالشكل ده، او لو شغلك بيجبرك ان انت تحطه تحت ضغط كده، لا انا الموبايل ده مش هيكون افضل حاجة، لان الموبايل ده مقاوم للصدمات مش مقاوم للتاني. وفي فرق بين التاني وبين الصدمات، ودي حاجة انا دايما بحب اوضحها عشان ما فيش حد يشتري، خاصة الفئات دي اللي بيشتريها بيكون ناس زي حالاتنا كده، فبالنسبة لهم ان الموبايل يجي ويتكسر منهم دي حاجة بتأثر عليهم. ودايما بحب اوضح نقط زي دي. الشاشة جاية من نوع اوليد، كمان بتوصل معاك السطوع ل 1600 هرتز، وكمان فيها حماية للعين. يعني الشاشة دي بصراحة لا هي ميزة من مميزات الموبايل يا جماعة. زي ما انا بقولك الشاشة دي لو قعدت اتكلم عنها في الفئة السعرية، مش بقولك الشاشة دي افضل شاشة في العالم، لكن انا بقولك الشاشة دي بالنسبة للفئة السعرية دي، لا الشاشة دي مش هتزعلك خالص وهتديك سلاسة. وزي ما حضرتك شايف البصمة موجودة هنا على الشاشة، بص يعني هي نقدر نقول قريبة من اوبو، وانا بالنسبة لي افضل بصمات هي بصمات اوبو. افضل بصمة بتقرا معاك هي بصمة اوبو. زي ما حضراتكم شايفين دي انفينكس وبتقرا معاه بالشكل ده. وانا بالنسبة لنا 144 هرتز زي ما انا وضحت لكم. ممكن يكون في تعديلات في السوفت وير عشان المعالج يقدر يجيب معاك الكثافة دي، لكن انا اعتقد ان هو مش هيوصل ل1.5 كي معاك المعالج اللي هو الجي 200. اما بقى بالنسبة للمعالج والاداء، المعالج بقى في الموبايل ده، بالنسبة للمعالج والأداء الموبايل جاي بمعالج من ميديا تك وهو الهيليو جي 200. والهيليو جي 200 ده تطور للهيليو جي 100، رفعوا تردد المعالج وبكده بقى الجي 200. هو الجي 200 هو
افضل معالج في الفئة السعرية دي حتى الان، يعني هو اعلى من الجي 99 واعلى من الجي 100 كأداء. وهنا في الموبايل ده مع التردد الشاشة مع واجهة اكس او اس 15 خفيفة، وكمان نازل لك باندرويد 15، فالموبايل نفسه مش هيزعلك كأداء، هيديك سلاسة. ولو بتستخدمه استخدام طبيعي اللي هو تصفح وسوشيال ميديا، لا الموبايل ده هيأدي معاك أداء ممتاز في فئته السعرية. لكن بقى في الألعاب التقيلة هيديك أداء متوسط، بس أقدر أقول لك كفئة سعرية برضو هو من أفضل الموبايلات اللي هتلعب معاك ألعاب تقيلة في كفئة سعرية، مش على الإطلاق. لأن أنا قبل كده طبعا هتقولوا ليه انت دايما بتحدد الفئة السعرية، لان قبل كده حصل معايا بعض التعليقات على بعض الفيديوهات ممكن اقول لك على ميزة من مميزات الجهاز ده، فانت تقول لي الموبايل التاني اعلى منه، حد قال لي ان الموبايل كذا اعلى من الجهاز اللي انت بتتكلم عنه، بس بيكون في فرق كبير جدا في السعر. فانا مش هقارن موبايل تمن نسخة في 8256 تمنها هنا 8800 جنيه مصري، او بما يعادل 180 ولا 187 دولار، دي لو انت من خارج مصر. مش هقارنها وليكن مثالا بفئة ال15 20 ألف جنيه، أكيد ال15 وال20 ألف هيفرقوا. أنا حتى لما أنا اتكلمت على النحافة قلت لك أنحف موبايل اللي عند ال20 ألف جنيه، لكن مش معنى كده إن أنا لما بتكلم أقول لك الفئة السعرية. عشان كده أنا دايما بحب أحدد الفئة السعرية علشان أكون صادق في كلامي ومفيش حد ياخد عليا أي عيب. أنا بتكلم على الفئة السعرية دي، الموبايل هيديك اداء كمعالج وكاداء موبايل في الفئة السعرية دي ممتاز بالنسبة للسعر مع مواصفات الموبايل. اما بقى الجهاز هنا بيدعم الجيروسكوب ومستشعر الجيروسكوب حقيقي في الموبايل ده، وكمان دعم ال NFC ودعم لمكالمات الواي فاي ودعم للرمود، وكمان في الزرار اللي احنا اتكلمنا عنه ده ممكن تخصصه زي ما حضرتك تحب، بضغطتين يشغل لك حاجة معينة من خلال الاعدادات ممكن تخصصه، وكمان ضغطة مطولة ممكن تخصصه حاجة تانية اللي انت تختاره. ودي بالنسبة لنا للي بيستخدم الموبايل كتير او بعض التطبيقات بيحتاجها كتير، بالنسبة لي انا الزرار ده هيفيده. في فتحة ال3.5 ملي، وال3.5 ملي دي بالنسبة لي السماعة لسه موجودة في العلبة، ودي حاجة بقت نادرة، هيديك أداء كويس جدا في الصوت كسماعات. لكن الصوت بقى هنا للأمانة لا، الصوت هنا هو ستيريو، لكن مش الأفضل، مش هيديك التجربة المحيطية. يعني ايه التجربة المحيطية؟ عندك صوت أعلى من صوت، بمعنى تعال اما نشوف مع بعض ونسمع الصوت بالشكل ده. لو قفلنا السماعة اللي تحت بالشكل ده كده، طيب هنقفل اللي فوق وهنجرب. طبعا الفرق واضح ان الصوت اللي جاي من السماعة اللي تحت اعلى من الصوت اللي فوق، وده بيخليك تجربة مش محيطية. لكن هو صوت الموبايل كصوت كفاءة سعرية كويس، لكن علشان نكون واضحين مع بعض، لا مش افضل تجربة صوتية، مش هيديك تجربة محيطية كده تعيشك مع تجربة مشاهدة المحتوى، مع لأنه هو في شاشة كتجربة مشاهدة محتوى مش هنقعد نتكلم كتير عنه. أما بقى كبطارية، الموبايل جاي بشاحن 45 واط، وموجود في الكرتونة مع الشحن 45 واط، وفي خواص كتير جدا لأسلوب الشحن فيه. وعندك البطارية جاية 5160 ملي أمبير. البطارية كتجربة هتديك من 6 ساعات ونص ل7 ساعات شاشة مفتوحة، بمعنى ان انت لو ما ضغطتش عليه جامد لا هيديك هيقضي معاك اليوم، الا لو انت استخدمت الموبايل كتير في اشعة الشمس وبدأت ترفع الترددات وبدأت ترفع سطوع الشاشة، بكده هو هيستهلك طاقة اكتر. وزي ما انا بقول لك كتجربة بطارية وكتجربة شحن لا مش هيزعلك الموبايل. اما كاميرات الموبايل هنا فهو جاي بكاميرا اساسية بدقة 50 ميجا بكسل. بالنسبة للتصوير بيتم معالجته بالذكاء الاصطناعي، والميزة في الموبايل ده كتصوير بقى لا كويس في حتة ان لو مفيش اضاءة في وضع ليلي كويس بيديك اداء كويس بالنسبة للفئة السعرية. والكاميرا الامامية جاية بدقة 13 ميجا بكسل. وهقول لك على تجربة الكاميرات
هي مش الافضل على الاطلاق، لكن كفئة سعرية وامكانيات وفلوس، لا الموبايل ده هيديك اداء كويس بالنسبة للكاميرات. وزي ما حضراتكم شايفين دي صورة قدامكم اهي بالشكل ده كده، هنفتح الصورة وهنشوف تفاصيل الصورة بالشكل اللي قدامك ده. تمت معالجتها، لا التصوير زي ما انت شايف، لا بالنسبة لي انا تصوير الموبايل ده كويس كفئة سعرية. وكمان عندك تصوير الفيديوهات هيديك 30 فريم و60 فريم على ال1080. على ال1080 بيديك 30 و60، لكن في ال2K بيديك 30 فريم فقط. وكتثبيت هو الموبايل ده بيثبت الفيديو بالجيروسكوب، ما فيش مثبت بصري في الموبايل. الموبايل ده كده لو انت بتتحرك بيه هيديك تثبيت زي ما حضراتكم شايفين. هنشوف مع بعض التثبيت، تجربة قدامكم، هيديك تثبيت بالجيروسكوب. مفيش مثبت بصري في الموبايل. الموبايل ده كده لو انت بتتحرك بيه هيديك تثبيت زي ما حضرتك مفيش مثبت بصري في الموبايل. خلاصة تثبيت الكاميرات على 30 فريم وانت بتصور 1080 هيديك تثبيت كويس في الفيديوهات، لكن اول ما بترفع على 60 فريم بتحس ان التثبيت بيقل معاك. وعلى جودة ال2K لا التثبيت ما بيكونش شبه، يعني ممكن نقول بيشتغل معاك بنسبة 20%. فكتجربة كاميرات لا. وعندك برضو الكاميرا السيلفي لا كويسة وهتديك اداء كويس، مع لانها في بعض الصور ممكن بتلسع شوية كده. لكن الموبايل نفسه كتجربة تصوير في الفئة السعرية اقدر اقول لك الموبايل ممتاز كفاءة سعرية في التصوير. وكمان بيقول لك في 3 سنين تحديثات اندرويد و5 سنين تحديثات امنية. يلا بقى كده عشان ما نطولش عليكم ندخل على الخلاصة ومميزات وعيوب الجهاز. بالنسبة لي انا جهاز الهوت 60 برو، مش برو بلس، الهوت 60 برو، من مميزاته الشاشة وسلاسة الاستخدام والسعر مقابل الامكانيات. لان السعر النسخة التمانية 256 8800 جنيه مصري بما يعادل 187 دولار زي ما قلنا. وعلى فكرة الموبايل ده فيه ميزة انه بيسجل المكالمات بدون علم الطرف الاخر. ووجود ال NFC في الفئة السعرية دي بالنسبة لي ميزة من مميزات الموبايل. اما بقى عيوب الموبايل، مايك لعزل الضوضاء مش موجود فيه. مايك لعزل الضوضاء بيتم عزل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، لكن هي مش هتديك افضل اداء في العزل. لا تحس فيها ان هي بتأثر على صوتك في المكالمة، هتديك عزل كويس لكن كمان بتأثر على صوتك. ودي من خلال تجربة مش هتديك نفس الاداء لو كان في مايك لعزل الضوضاء. ودي بالنسبة لي كانت عيب من عيوب الموبايل. بالنسبة لي العيب التاني وهو سوفت وير انفينكس. الموبايل اثناء الاستخدام التقيل لا بيقف معاك وبيهنج، لكن لو انت هتستخدمه استخدام طبيعي مش هتحس باي حاجة في الموبايل ده. لكن لو ضغطت على الموبايل وسخن منك لا هيبدأ الموبايل يكون فيه لاج بسيط كده معاك. خلاصة الموبايل بقى كفاءة سعرية هو الافضل كتجربة استخدام. لو حابب تعلى شوية ممكن تروح للهوت 60 برو بلس، هتاخد كاميرات افضل. لكن لو متقبل الشاشة الكيرف هتاخد كاميرات افضل ومايك لعزل الضوضاء وفي ميزات تانية افضل من الموبايل ده، والفرق مش كبير على فكرة. والموبايل ده بقى نقدر نقارنه بالاي 17 والريدمي نوت 14، وانا حاليا بعمل مقارنة وهسيب لك الفيديو بتاعها في الوصف عشان نشوف الفروقات اللي ما بينهم وهل فروقات السعر دي تستحق ولا لا. هسيب لك الفيديو ده في الوصف. لكن خلاصة الموبايل ده بقى، الموبايل ده لو انت حابب حاجة تمن ل9000 جنيه مش هتلاقي افضل من الموبايل ده. وانا اول مرة ارشح موبايل ترشيح صريح بالشكل ده كده. لكن لو انت استفدت من الفيديو ما تنساش لايكك الجميل اكيد بيدعمنا، ولو عندك اي استفسار سيبهولنا في التعليق.